بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزة اقول لكم في الله بحبكم، احلى واغلى متابعين ام عبد الله طبعا. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور من معمل البرماوي. كل حاجة موجودة بسعر الجملة. كتاكيت البرماوي جودة، مناعة، حيوية، تحويل عالي. العنوان ميت الخولي مؤمن، منية النصر ده اهلية. هسيب لكم رقم تليفون المعمل والعنوان بالتفصيل اخر الفيديو. خدوه سكرين، اتواصلوا معاهم، اسألوهم على اي حاجة انتم محتاجينها. ديت يا جماعة منتجات شركة، منتجات فرز أول، مفيش عليها غبار، تاخدوها وانتم مغمضين على ضمانتي الشخصية. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة أقول لكم على الأسعار فضلا وليس أمرا. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإشعارات على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنزله. اللايكات يا أمارات، اللايكات يا أحسن أخوات في الدنيا. الحاجة يا جماعة قدامكم بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام لا مني ولا من غيري. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يرزقنا ويرزقهم ويحمي المال لاصحابها اللهم امين. هعرفكم في فيديو النهارده على اسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في معمل البرماوي، اسعار الفراخ البيضاء وجميع انواع الطيور بالكيلو في المزرعه وفي المحلات. هقول لكم على اسعار البيض، هقول لكم ازاي كده سريعا نظبط التهويه والتدفئه والفرشه والاناره، لان دولت اسباب نجاح دورة الفراخ البيضاء. لو انت ظبطت الاربع حاجات دولت صح وجبت كتكوت فرز اول، الدورة هتنجح معاك وهتاخد فراخ سوبر السوبر وهتاخد اوزان مرضية بامر الله. وهقول لكم على خلطة كده حلوة جدا جدا تزود الوزن، بس شرط نستخدمها بعد ال20 يوم، لان في مكون ما ينفعش يا جماعة في الخلطة نستخدمه للفراخ قبل ال20 يوم. تمام، كملوا معايا الفيديو للاخر، حطوا لايك للفيديو يا جماعة عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. النهارده في انخفاض قوي جدا يا جماعه في اسعار الفراخ البيضاء، انخفاض 10 جنيه مره واحده في الكيلو. وفي ثبات في سعر الكتكوت الابيض على اخر ارتفاع وصل له امبارح، وباقي انواع الكتاكيت. وبالنسبه لاسعار الخامات والاعلاف، في نزول قوي يا جماعه وجديد في اسعار خامات الاعلاف. الذره نزل ل 10700 جنيه، الصويا نزل ل 27500 جنيه. ولسه اصحاب المصانع لحد دلوقتي يا جماعه ما شبعوش من فرق السعر في جيوبهم، رغم ان احنا في رمضان. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مفروض طن العلف يعني يكون نزل ل21000 جنيه، والكيلو قطاعي يكون بيتباع ب21. انا لحد امبارح جايبه الكيلو العلف القطاعي ب27 جنيه ونص. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم مليون مره في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. الكتاكيت والبط عمر يوم في معمل البرماوي، الساس والشفر عامل 14 جنيه، الهجين عالي عامل 14 جنيه. الكتكوت الابيض يا جماعه رفع النهارده 3 جنيه، بقى عامل 33 جنيه. البلدي مهجن عالي عامل 8 ونص، الفيومي بلدي عامل 9 جنيه، رزي على وشه 15 جنيه، رز فرز البرابر 12 جنيه، الرز فرز الديوك 20 جنيه، الفيومي لحم عامل 16 جنيه، السمان عمر 20 يوم عامل 10 جنيه، البط المضر عامل 45، المسكوفي 55، الفرنساوي البيور 25، الفرنساوي العادي 18 جنيه، الرومي الأسمر عمره 10 أيام عامل 40 جنيه، الرومي الأبيض الناعم 200 جرام عامل 200 جنيه. ده بالنسبة لأسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في معمل البرماوي. اللي عايز يسكن يا جماعة يسكن، لأن سوق الكتاكيت بجد محدش عارف هو رايح على فين. هيبقى انخفاض أو ارتفاع الفترة اللي جاية، لأن بصراحة ربنا عكس توقعاتنا جميعا. احنا كنا متوقعين إن الكتكوت الأبيض سعره هينزل، لكن يا جماعة عمال بيرفع يوم عن التاني. ده طبعا بسبب ان ناس كتير دلوقتي كانت حاجزة على السعر القديم، فاصحاب الشركات الكبيرة والكيانات الكبيرة اللي هم كان الناس حاجزة عندهم بسعر غالي مش هينزلوا طبعا السعر، لان بيبقوا سايبين يا جماعة عربون، فطبعا مش هيخسر نفسه. لا، هيستنى لما يطلع اللي هو المحجوز او الكميات المطلوبة منه، وبعد كده الله اعلم برضو السعر هيبقى في ارتفاع ولا السعر هينزل. طبعا الناس اللي بتبقاش عارفة تظبط تهوية وتدفئة وفرشة، لازم يا جماعة الفرشة تكون متنضفة وناشفة تماما وخالية من أي نسبة بدل أو رطوبة، ونعقمها كده بجير مطفي باستمرار عشان نتجنب المشاكل المعوية، الإسهالات بأنواعها. وأهم حاجة الكوكسيديا، لأنها بتيجي من الفرشة، بتبقى بويضة صغيرة بتكبر كده في خلال 8 أيام، فلازم نقضي عليها دايما أول بأول عن طريق تنظيف الفرشة باستمرار، أو استخدام الجير المطفي طبعا هو اللي بيقضي عليها. لازم نظبط التهوية والتدفئة كويس جدا. طيب هنظبط التهوية ازاي؟ فتحة التهوية يا جماعة بتدخل هواء نظيف في قلب المكان باستمرار في المكان، بتكون ثابتة. يعني لا بنقفلها ولا بنفتحها ولا بنزودها ولا بنقللها علشان الفراخ ما تبردش مننا. والهواء البارد يا جماعة يكون داخل في قلب المكان، او فتحة التهوية تكون بتدخل هواء غير مباشر على الفراخ، ويا ريت يكون من فتحة شباك من فوق مش من تحت، عشان يختلط كده بالهواء السخن، يظبط نسبة التهوية في قلب المكان. تمام، لان لو نزل على الفراخ مباشرة هيجيب لها برد.
طيب التدفئة بقى نضبّطها إزاي؟ والجو لو في ناس يا جماعة لمّا بيلاقوا الجو برد جامد بيكتّموا على الفراخ أو بيقفلوا فتحة التهوية ديّة أو بيقللوها. لأ طبعًا يا جماعة ما ينفعش، المفروض إن فتحة التهوية ثابتة ما لناش دخل بيها، ولو الجو برد جامد برّه بنزوّد تدفئة في قلب المكان، بنزوّد لو أنت حاطط لمبة بتحط 2، لو أنت حاطط 2 بتحط 3 على حسب المساحة عندك وعلى حسب عدد الكتاكيت، تمام، علشان برضه الفراخ ما تاخدش مننا برد وييجي لها عطس وخنفرة وطشمة وكُحّة، لإن أنت بتقفّل المكان وتفتح المكان، كده أنت بتسلّمهم تسليم أهالي للبرد. بالنسبة بقى كده الفرشة والتدفئة والتهوية، الإنارة لازم يكون المكان الإنارة فيه كلّها بُصّوا واحدة، ما يكونش في مكان منوّر في قلب المكان ومكان لأ. الإنارة يا جماعة أمّا بتكون متوزّعة صح أو المكان كلّه نسبة الإضاءة فيه بتكون مضبوطة أو بتبقى واحدة، ده بيساعد الكتاكيت إن هي تنتشر كده في قلب المكان، يبقى عندها نشاط، حيوية، تاكل باستمرار وتشرب باستمرار، وده طبعًا هينعكس على الوزن والتحويل، تمام. طيب الخلطة بتاعة النهارده هتجيبي بصلة كبيرة كده تبشريها وتحطي عليها معلقة كركم، معلقة حبة البركة، معلقة خميرة فورية، طبعًا هنحط معلقة زعتر، نُص معلقة قرنفل بيتقل الفراخ جدًا يا جماعة وبيضبط التنفسي عند الفراخ، نُص معلقة شطة حامية بتنشّط الفرخ، بتمنع الكشاشان، الخمول، قاتل فيروسات وديدان، بتفتح شهيتهم جدًا، مطهّر معوي من الدرجة الأولى، بتمنع الإسهالات بجميع أنواعها وألوانها، وهنحط 5 معالق خل، هنخلطهم كويس جدًا، جدًا مع البصلاية وننزّلهم على 2 كيلو علف، بجد هيخلّوا الفراخ عندِك تشيل أوزان رهيبة، يعني هي وصفة علاجية ووقائية وفي نفس الوقت هترفع المناعة، هتزوّد الوزن، هتعلّي التحويل جدًا عندهم، هتحل مشاكل كتير لو عندهم برد أو عندهم أي مشاكل تنفسية أو معوية، هتقضي عليها تمامًا. بالنسبة بس أي خلطة أو وصفة لازم نكون مضبّطين قبلها تهوية، تدفئة، فرشة، إنارة، عشان تجيب معانا النتيجة اللي إحنا محتاجينها. بالنسبة بقى لتنفيذ الكبير أو اللحم اللي بالكيلو في المزرعة وفي المحلات، البط البلدي في المزرعة 135، في المحلات 140، المولار في المزرعة 110، في المحلات 120، الفرنساوي في المزرعة 95، في المحلات 105، المسكوفي في المزرعة 125، في المحلات 135، الرومي الأبيض في المزرعة 125، في المحلات 135، الرومي الأسمر البلدي في المزرعة 135، في المحلات 145، لحم الأرنب في المزرعة 110، في المحلات 120، الساسو في المزرعة 110، في المحلات 120، الرزي في المزرعة 109، في المحلات 119، البلدي الحر في المزرعة 112، في المحلات 122، أمهات الأحمر البياض في المزرعة 78، في المحلات 88، أمهات الفراخ البيضاء في المزرعة 82، في المحلات 92. بالنسبة بقى للفراخ البيضا، النهارده يا جماعة في انخفاض قوي في سعر الفراخ البيضا في المزرعة وفي المحلات، يعني الفراخ البيضا يا جماعة نزل من سعرها في الكيلو الواحد 10 جنيه، يعني الفرخة الاتنين كيلو ونص يعني نزل من سعرها حوالي 25 جنيه. التنفيذ من قلب المزرعة 90 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 100 جنيه للكيلو كحد أقصى. ربنا يا رب يرخي قوت المسلمين ويعوض على الجميع، مستهلكين ومربيين قولوا آمين. بالنسبة لأسعار البيض، طبق البيض الأبيض 150 جنيه، بيوصل للمستهلك في المحلات 160 جنيه الطبق. طبق البيض البلدي 153 جنيه من المزرعة، بيوصل للمستهلك في المحلات 163 جنيه الطبق. طبق البيض الأحمر 152 جنيه في المزرعة، بيوصل للمستهلك في المحلات 162 جنيه الطبق. ده كان فيديو النهاردة بالأسعار، فضلا وليس أمرا، لايك وشير وسبسكرايب للقناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.